عنون، ملوك الإلكترونيات وكاميرات المراقبة في مصر، أرخص سعر في مصر وتحدي. عنون. رمضان في مصر حاجة تانية. رمضان مع عنون هيعدي علينا جميل. النهارده يا جماعة بناء على طلب الجماهير وطلب الناس كلها جبنا لكم الاير فاير بتاعنا، الاير فاير السيلفر كريست ال6 لتر ال 2400 واط. بس النهارده يا جماعة جايبين لكم تجربة عشان نوريكم ازاي بشوية زيت صغيرين جدا زي ما انت شايف كده هنعمل كل ده. هتقول لي ازاي؟ هعرف حضرتك ازاي دلوقتي. معانا بطاطس ومعانا فراخ ومعانا كفته ومعانا بطاطا عشان نعرفكم ان البطاطا حتى الناشفه بتاخد وقت في السوا قد ايه، وان شاء الله هيبقى فيديو سهل وبسيط جدا. زي ما انتم شايفين هنطلع العلبه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهنجيب الكفته بتاعتنا تمام، وهنجيب الستريبس قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، وهنجيب الفرشه بتاعتنا فيها شويه زيت صغيرين. وكل اللي هنعمله يا جماعه يعني هنغرق القطعه كده بالزيت، بس طبعا بيبقى زيت خفيف مش زي الزيت اللي موجود في الطاسه. على فكره يا جماعه الاير فاير ده بيبقى صحي جدا 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 الناس اللي عندها كوليسترول عالي، وكمان طبعا انتوا عارفين ان الزيت بقى غلا وكل سنه وانتم طيبين، فطبعا الاير فاير دوت بيوفر جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الاير فاير بتاعنا بيعمل بيتزا وبيعمل بطاطس وبيعمل فراخ وبيعمل لحمه وبيعمل خضار، بيعمل كل حاجه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. زي ما انتم شايفين ملينا العلبه بتاعتنا يا جماعه، زي ما انتم شايفين ملينا الاير فاير بتاعنا اللي احنا عاوزينه. طبعا يا جماعه زي ما اتفقنا الاير فاير دوت احنا بنحط فيه بيتزا، بنحط فيه اي حاجه تمام. هنحط الدرج بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، الزرار هينور قدامنا، هنضغط بس عليه ضغطه بسيطه تمام، وهنعمل ميت اللي هي اللحوم، هنضغط عليها هتلاقيه اشتغل مع حضرتك، صوت المروحه هيطلع وهتلاقيه اشتغل مع حضرتك. هنوقف بس الفيديو نص ساعه يا جماعه عشان طبعا الفيديو ما بقاش طويل، وهنرجع لكم تاني واحنا بنعمل سندوتشات ونفرجكم على الحاجه واحنا بناكلها وطعمها يبقى لذيذ ازاي. دلوقتي يا جماعه بعد تلت ساعه بالظبط قدام حضراتكم الكفته، بصوا جوسي حاجه كده. شايف السخونه والحراره طالعه ازاي يا يوسف في الفيديو؟ بص بقى هنعمل كده سندوتش على السريع قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، عشان الناس هتقول لك ايه احنا بنعمل فيديوهات وما بنجربش. لا احنا هنجرب وهندوق ونقول لكم الطعم ايه. والله كفته معموله كانها معموله على الفحم، كفته معموله بفرشتين زيت